والله الأمانة عندكم يا المصريين. مواطن مصري بيضرب مثال في الشرف وفي الأمانة لما يلاقي 75 راس خروف يعدي تمنهم النهاردة 2 مليون ونص تقريبا، يعني بحسبة الجنيه المصري أو بسعرهم في مصر. اتصل بصانع محتوى في الأردن علشان يعرف يوصل لصاحبهم. لقى 75 راس حلال. هذا حلاله تشوفوا. من رأيي والحاجة خارجة كده نقول ما شاء الله اللهم بارك. هذا حلاله تشوفوا. 75 راس حلال لقاهن. خلنا يعرف الطريق هن. اكبروا طلع لنا الرجل الولد هذا لاهله. هذا الرجل من اهلنا من مصر، الله يجزاك خير. عمره هذه دلوقتي احنا ما نعرفش عنه غير ان اسمه حسن. احنا عايزين الفيديو ده يوصل لأهله وناسه وقريته ومركزه ومحافظته، لأن هو شرفنا كلنا. هذا الرجل من اهلنا من مصر، الله يجزاك خير. عمره هذه الامانه معروفه عندكم، معروفه عندكم يا اخويا. الحمد لله الله يسلمك. 75 راس حلال، شايفين اللي قاهن حطن عنده بالحوش هذا. لقاهم وبيتهم واكيد اكلهم وشربهم وفكر في انه يتصل بصانع المحتوى يساعده ان هو يوصل لاصحابهم. عنده بالحوش هذا، وحكى معي تلفون قال خالد اذا في مجال بس تيجي تصور لي اياها بث ودنا نعرف لمين هذول الحلال. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. حكيت معي ولا لا؟ اي والله حكيت معاك واخذت رقمك من تامر وقال رن على ابو عبد الله عشان ارن عليك وعشان الناس حرام الزلمه مقور عليهم وتحلل وتعبان فيه واحنا ما يلزمنا شيء منهم. مقور عليهم وتحلل وتعبان فيه واحنا ما يلزمنا شيء منهم. مقور عليهم وتحلل وتعبان فيه واحنا ما يلزمنا شيء منهم. الله يجزاك خير. يعني ما يستحقش ريبوست والناس كلها تعرفه، يعني من غير ما يعمل شيء سلبي. ده عمل ايجابي في بلد غير بلده يشرف مصر كلها. جزاك خير. ايوه الرجل اخذ حلال وراح. 75 راس حلال، الله يجزاك خير. الله حبيبي الله ان شاء الله في ميزان حسناتك. اخواني اخونا من مصر، الله يسعدك. والله الامانه عندكم يا المصريين، والله الامانه عندكم يا المصريين، عندكم على رقبتكم الامانه. عايزين نوصل في الاخر ان السيئه بتعم والحسنه كمان بتعم. ده شخص امين اتصرف تصرف ايجابي في بلد غير بلده. الراجل لما جه يشكره شكر شعب مصر كله واثنى على شعب مصر، يعني هم كلهم بالامانه. والامانه شيء كبير جدا وشيء سامي جدا وشيء عظيم وشيء للاسف بقى نادر في زماننا ده. جزاك خير. الله يجزاك خير. تحياتنا لكم يا اخواني، الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم. بس عايزين نتعلم ونبرز النماذج الايجابيه اللي زي دي عشان اطفالنا كمان يتعلموا. فعلا انا بشكرك يا عم حسن على امانتك واحييك، وربنا يا رب يجازيك عنها خير.